nothing like ice cold Coca-Cola. شكون فيكم كتعجبو كوكاكولا؟ لا ماشي هكا خصني نطرح السؤال. شنو كيعجبك في كوكاكولا؟ المذاق؟ بيبسي احسن منها في المذاق. الشكل؟ اللون؟ علاش كوكاكولا هي اللي حاكمه الاندستري ديال المشروبات الغازيه واخا المذاق ديالها ماشي زوين بزاف بحال بيبسي؟ في هذا الفيديو غادي نشارك معكم قصه اكبر حرب ديال التسويق اللي دامت اكثر من 90 عام، كيفاش كوكاكولا كانت كتحتقر بيبسي وما كانتش كتعتبرها كمنافس، وكيفاش بيبسي قدرت تثبت العكس. الحملات الإعلانية، الاستراتيجيات والمنافسة الشرسة اللي غادي تشوف هذا الفيديو غادي يصدموك وغادي يخليوك تعرف أن الماركتين هو سر النجاح الأغلبية ديال الشركات العملاقة في العالم. هذا الفيديو كيف العادة غادي تستافد منه وغادي تستمتع به بزاف. قبل ما نبدا بغيت نقول لك أن هذه أول قناة مغربية اللي كتعلمك التسويق والمقاولة عن طريق قصص شيقة على الشركات والحملات الإعلانية. كل فيديو كياخذ مني ومن التيم ديالي مجهود كبير بزاف. على داكشي ما تنساش دير لايك لهذا الفيديو تعبيرا للدعم ديالك ليا، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد فوقته. ومن غير هذا الشيء let's get started. واحد الملاحظه صغيره لاحظتها في القناه ديالي الاولى ساره ماركتين، بزاف ديال الناس كيسحبت ليهم باللي كوكاكولا وبيبسي ماشي منافسين وبانهم نفس الشركه، يعني كوكا كتملك بيبسي او شي حاجه بحال هكا. في الواقع لا، كوكاكولا وبيبسي منافسين لهادي اكثر من 100 عام وباقي منافسين لدابا. كوكاكولا دابا مملوكه من طرف شركه اللي مدرجه في البورصه اللي سميتها ذا كوكاكولا كامباني، وبيبسي كذلك كمثال حتى هي كتنتمي لشركه بوحدها وحتى هي مدرجه في البورصه وسميتها بيبسيكو. غير بغيت نوضح لكم هذه النقطه باش تجيكم القصه منطقيه اكثر، ومن غير هذا الشيء ندوزو القصه ديالنا. في 1930 في عز الأزمة العالمية المعروفة بالكساد الكبير، الخدمة كانت قليلة، الناس كانوا كيموتوا بالجوع والشركات كانوا كيطيحوا بحال الدبان. واحد رجل أعمال أمريكاني كان سميتو تشارلز كوث كان كيملك واحد الشركة اللي سميتها لافت كيندي. هاد الشركة كانت عبارة على سلسلة متاجر حلويات اللي كانت كتباع فيها الحلويات زائد المشروبات اللي منهم المناضة ديال كوكاكولا. بسبب الازمه طلب من كوكا انها تنقص ليه شويه من الثمن حيت كان كيشري منها بالجمله. كوكا ما رداتش عليه. تشارلز ما عجبوش الحال ولقى راسو واحل، الكليان ديالو كيستهلكوا كوكا ولكن هامش الربح ديالو هابط وكوكا ما بغاتش تهبط ليه الثمن وهي طيح عليه واحد الفكره. في الكساد الكبير كيف ما قلت لكم الشركات كانوا كيطيحوا فيه بحال الدبان، ومن بين الشركات اللي طاحوا شكون في نظركم؟ بيبسي. في عام 1931 بيبسي كانت دايره فايت بسبب الكساد الكبير وشراها ب 10000 دولار. 10000 دولار في داك الوقيته كانت بحال 200 الف دولار في هاد الوقيته. المهم تشارلز صرف بزاف ديال الوقت والفلوس والجهد باش يطلع بيبسي، ولكن واخا هكاك الشركه ديال بيبسي بقات متضرره حيت الاقتصاد ديال العالم طايح وجاتو صعيبه وغاليه بزاف انه ينقذها. داكشي علاش فاش داز عامين في عام 1933 تشارلز بغى يتهنى من حريق الراس وحاول يبيع بيبسي ب 50 الف دولار لكوكاكولا. كوكاكولا رفضات حيت اولا بيبسي في داك الوقيته كانت تلعبه، وثانيا كوكاكولا كانت محتكره السوق ديال المشروبات في ميريكان وفي العالم، وكانت كتعتبر كاع الشركات ديال المشروبات بما فيهم بيبسي ماشي منافسين ديالها. تشارلز هنا ما بقى عنده حتى شي اختيار من غير انه ينافس العملاق ديال كوكاكولا اللي هو بطبيعه الحال امر مستحيل، بحال الا انت دابا بغيتي دير شركه ديال الحليب وتنافس سونترال. صعيبه ياك؟ ما صعيباش على السي تشارلز اللي حط كاع الموارد ديالو وجهده باش يخدم على بيبسي. ومن اول الحوايج اللي دار هو انه خرج حمله اعلانيه اللي غادي تخلي بيبسي لاول مره في التاريخ ديالها تولي شركه كبيره. بحمله اعلانيه وحده تقلبات الموازين ديال اللعبه، ولاول مره كوكاكولا شافت بيبسي منافس ليها. الحمله الاعلانيه معروفه باسم نيكل نيكل كامبين، حمله بسيطه بزاف ولكن السياق والتوقيت اللي دارت فيه هو السر الاكبر علاش دابا بيبسي هي اقوى منافس ديال كوكا.
بيبسي كبرت القراعي ديالها من 200 مليلتر ل 400 مليلتر، وفي عام 1939 تلقات الحملة الإعلانية تحت الشعار الشهير worth a dime cost a nickel، بحال الا بغيتي تقول بالدارجه ساويه ب10 دراهم وحنا كنبيعوها ب5 دراهم. تلقات هذا الشعار في الراديو، في البانويات، في الجورنال، في المجلات، وفي ظرف عامين رجعت بيبسي كتبيع اكثر من مليار قرعه المناضه في العام. وهذا الشيء ببساطه هو اللي طلع بيبسي. قبل ما تحمس وتنوض تبغي تبيع يطرو ديال الحليب ب4 دراهم وتنافس ونطرال وتحكم السوق وتعيش في هاواي، خاصك تعرف السياق علاش هاد الحمله الاعلانيه خدمت لذاك الدرجه، وعلاش ما غاديش تصدق ليك مع الحليب، وشنو خاصك تستافد من هاد الحمله الاعلانيه. اولا الازمه، الا عقلتي كنت قلت لك قبيله ان هاد الشيء جا في الوقيته ديال الكساد العظيم. الفقر كان منتشر في امريكان، وفاش كتكون شي دوله مأزمه الناس كيوليو كيقلبوا على الهموز وكيفاش داك شويه ديال الفلوس يشريو به الماكسيموم. ثانيا نوعيه المنتج، بيبسي كتبيع منتج اللي فيه غير الماء، المنكهات والسكر، يعني الهامش ديال الربح ديالها طالع. يعني فاش دوبلات الكميه هادشي ما جاهاش غالي بزاف وبقى لها هامش ديال البروفيت. الا جيتي تبيعي يطرو ديال الحليب ب4 دراهم، كل يطرو بعتيه غادي تخسر فيه 5 دراهم، حيت الحليب من الفيرما غادي يجيك غالي، زائد الباكاجين، زائد مصاريف ديال التوزيع، زائد تيفيا وضرائب واحد اخرين وبزاف ديال المصاريف. هذا علاش ما كننصحكش تنافس الشركات ديال الحليب. يعني بيبسي فاش دارت هذه الحمله الاعلانيه ما دارتهاش هكاك، بالعكس دارتها من بعد ما ضربت الحساب لكل شيء باش تلقى كيف ما كنقولوا ليها اليونيك سيلين بروبوزيشن، او بمعنى باش تلقى النقطه اللي كتميزها على كوكا. كان هذا اول انتصار ديال بيبسي في السوق. كوكا كولا من بعد ما كانت محتكره السوق 50 عام ولات دابا كتعتبر بيبسي منافس. غير هو كوكا ما بغاتش تنافس على الثمن وخلات الحجم ديال القراعي هو واستغلت العالميه ديالها باش تبقى هي الشركه ديال المشروبات الاكبر. يعني واخا ولات كتعتبر بيبسي منافس ما كانتش كترد على الماركتين ديالها، اعتبرت راسها المشروب البريميوم حيت الثمن ديالها غالي وعندها لي فان ديالها في العالم. ولكن هادشي كامل غادي يتبدل حيت بيبسي كتوجد للحمله الاعلانيه الثانيه اللي غادي تهدد المكانه ديال كوكاكولا في العالم. At home, at work, or on the way, there's nothing like a Coca-Cola, nothing like a Coke. من بعد نجاح الحمله الاعلانيه ديال بيبسي نيكل نيكل، كانت الحمله الاعلانيه ديالها كتبازا على انها كتبيع القراعي الكبار بثمن القراعي الصغار، وهاد القضيه داتها في الثلاثينات والربعينات. اللي بغى الرخا ياخذ بيبسي. واحد الحاجه صغيره بزاف وقعت في هاد الفتره غادي تكونوا سمعتوا بها، الحرب العالميه الثانيه. كيف ما كلكم عارفين الحرب العالميه الثانيه اللي كانت واقعه ما بين 1939 و 1945 كان عليها تاثير كبير في الاقتصاد ديال العالم، ومن بين هاد التاثيرات التضخم. هنا عاوتاني الشركات ولاو كيطيحوا بحال الدبان، وبما ان بيبسي كانت مرخصه الثمن الضربه جاتها قاصحه بزاف، وفي الخمسينات اضطرت انها ترد الثمن بحالها بحال كوكا. بيبسي دابا عندها مشكل كبير، فقدات النقطه ديال البيع ديالها اللي هي الثمن. غير هو دابا بيبسي ولات كبيره بزاف باش انها تطيح. في الخمسينات والستينات قررت بيبسي انها تخدم على المذاق باش يولي المذاق هو نقطه البيع ديالها الرئيسيه، وفعلا استثمرت بزاف ديال الفلوس في الاشارات وفي الفورميلاسيون ديال البرودوي باش يولي المذاق حسن. حسنت المذاق بشكل كبير بزاف، وفاش تاكدت ان المذاق ديالها ولا حسن من كوكا تلقات اكبر حمله اعلانيه في التاريخ ديالها. الحمله الاعلانيه كانت معروفه بالبيبسي تشالنج. بكل بساطه كانت كتمشي للشوارع وكتعطي للناس يذوقوا المشروب ديال كوكا والمشروب ديال بيبسي ويختاروا واحد منهم بلا ما يعرفوا اين مشروب اللي شربوا، والناس اللي كيختاروا بيبسي كانوا اكثر بزاف من الناس اللي كيختاروا كوكا. And all across America, more people pick Pepsi time after time. هاد الحمله دارت بوم، ضاعفت المبيعات بيبسي لدرجه انها ولات كتبيع اكثر من كوكاكولا في السوبر مارشي ديال الميريكان. ولاول مره كوكاكولا حسات بالتهديد. تخيلوا معايا قبل من هاد الشيء ب40 عام تعرضت بيبسي لكوكاكولا ب$10,000، ودابا ولات بيبسي منيشه على العرش ديال كوكاكولا، ودابا راها في الطريق باش تاخدو. في الاول كوكاكولا شكات ان الاشارات ديال بيبسي غير كذب، ولكن فاش دارت التجارب ديالها الخاصين غمضت للناس عينيهم وعطاتهم يجربوا المشروب ديال بيبسي والمشروب ديال كوكا، وبزاف ديال الناس اختاروا المشروب ديال بيبسي الجديد. ودابا كوكاكولا خصها تلقى الحل لهذا الشيء حيت ولا تهديد كبير من طرف المنافس ديالها
بيبسي. في اوائل الثمانينات كوكاكولا حطات شتا ديال الفلوس باش تعاود تغوفورميلي المذاق ديال كوكا ديالها، ومن بعد سنوات فعلا صوبت واحد كوكاكولا جديده اللي بتجربه احسن من المذاق ديال بيبسي ومن كوكاكولا القديمه. باش يتاكدوا بقاو كيعاودوا التجارب مرارا وتكرارا، كيغمضوا للناس عينيهم وكيعطيوهم يذوقوا بيبسي وكوكا القديمه مع كوكا جديده، وفي الاغلبيه ديال المرات كوكا جديده هي اللي كتربح، يعني الداتا مأكده. سماتها The New Coke. في عام 1986 في عيد ميلادها المية تلقات هاد كوكا جديدة وحيدت القديمة، وكانت هادي أكبر غلطة دارتها كوكا في المسيرة ديالها. Introducing the great new taste of Coca-Cola. The best tasting Coke in the history of ever. It's a hit. It's a... في عام 1985 كوكاكولا حيدت كوكا القديمة وحطت بلاصتها كوكا جديدة اللي سماتها The New Coke. وهنا الفوضى بدات، آلاف ديال الناس خرجوا في مظاهرات باش كوكا القديمة ترجع، عشرات آلاف الرسائل اللي كانوا كيتصيفطوا كل سيمانة للمقرات الرئيسية، لدرجة كاع تكونوا جروبات كبار بحال The Old Cola Drinkers of America كيطالبوا بشكل جاد ان كوكا القديمه ترجع. المبيعات كوكا هبطوا وكلشي في المقر معجب من هذه النتيجه الكارثيه. والغريب في الامر هو بزاف ديال الناس من هادو اللي كيحتجوا مازال ما ذاقوش كوكا جديده. دونالد كيو الرئيس والسي او ديال كوكا كولا من بعد ما شاف هذا الوضع، من بعد ما شاف كلشي ما عجبوش الحال واخا ما عطاوش لكوكا فرصه، قال واحد الجمله اللي كتعبر بشكل قوي على الوضع: We could have introduced the elixir of the gods and it wouldn't have made any difference. من بعد كوكاكولا اضطرت انها ترد كوكا القديمه وسماتها كوكاكولا كلاسيك، وهادشي كان جاب نتيجه اللي ما توقعها حتى شي واحد. من بعد ما رجعت كوكاكولا كلاسيك كاع الكراهيه ديال الناس تحولات للحب والتقدير، والقاعده الجماهيريه ديال كوكاكولا وسعت، وكوكاكولا تعلمت الدرس التسويقي الاكبر في المسيره ديالها. الناس ما عمر كانوا كيشريو كوكا على المذاق، كانوا كيشريوها على الاقدميه، على عشرات السنين ديال تسويق كوكا على اساس صديق اللي ديما كان معانا مع الابناء ديالنا وجدودنا. الناس كانوا كيشريو السعاده والارتباط بالماضي. واخا بيبسي استهدفت الشباب وكان عندها المذاق حسن، كوكا بقات منتصره وبقات الاولى في عالم المشروبات. هذا علاش في الاول ديال الفيديو سولتك وغادي نعاود نسولك نفس السؤال: شنو كيعجبك في كوكا؟ المذاق، الشكل او اللون؟ جاوبني في كومونتير باش نعرف الراي ديالك وباش نعرف الناس اللي كملوا الفيديو حتى الاخر. ومن غير هذا الشيء نتلاقاو في قصه جديده.